السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنستعرض مع بعض ازاي نفك الكربيراتير من السكوتر. طبعا الكربيراتير اللي معايا بالشكل ده عبارة عن رقبة كده، الرقبة دي ماسكة الكربيراتير، ومعانا هنا في خرطوم موصل للكربيراتير. ده متوصل بالكربيراتير اهو بالشكل ده كده، متوصل بيه الكربيراتير، خرطوم متوصل ليه اللي هو خرطوم البنزين متوصل للكربيراتير. في هنا طبعا مش معانا اتنين خرطوم بالشكل ده اهو، فيز كده وخرطوم. وعندنا طبعا خرطوم البنزين، ما ننساش خرطوم البنزين ده. غير كمان معانا الجزء الخاص بالهواء اللي هو المستخدم، اللي هو لما بتدوس لما بتعمل مارش بيديك هواء، بياخد هواء من الفلتر بتاع الهواء ده كده. توصيلات الخاصة بالكربيراتير. هنجيب مفك صليبة وهنريح الجزء ده عشان نفك الكربيراتير. طبعا الكربيراتير مهم جدا ان احنا نقدر نفك الكربيراتير زي ما شايفين معايا بالشكل ده. طبعا انا كنت ممكن افك الكربيراتير، بس انا قلت لا، انا هفكه كده وهو من غير ما اشيل المقعد الخلفي. هنجيب الجزء ده زي ما شايفين معايا كده، وابدا ان انا هفك الكربيراتير. اهوي بس، مش محتاج ان انا اطلعه للاخر، بس محتاج بس اهوي الجزء ده عشان ايه اقدر ان انا اطلع الهواء، اطلع الكربيراتير بكل سهوله كده. خلاص انا كده هويت الجزء ده زي ما شايفين معايا بالشكل ده. في عندنا كمان مسمار ده ماسك الكربيراتير اهو، اللي هو المسمار اللي تحت ده، خلاص، اللي هو اللي ماسك الكربيراتير من تحت. ده مسمار اللي هو ماسك الكربيراتير، اللي هو تقريبا ده مسمار محتاج برضه ان انا اطلعه اهو بالشكل ده كده. اوكي، ده المسمار اللي هو ماسك الكربيراتير. اوكي، اللي هو الجزء اللي تحت ده اللي انتوا شايفينه ده. ده الجزء ده مسمار كربيراتير، وده الشكل ده كده. هنفك احنا ده اهو، هنفك ده، هنفك كمان السلك ده ماشي، وهنفك الخراطيم الهواء اللي متوصلة بالكربيراتير. بس ادي واحد، ادي اتنين، واحد اتنين تلاتة، اللي هو بتاع البنزين اهو، اللي هو ده. استنوني هفكه وارجع لكم مرة اخرى. طبعا في افيز موجود عشان فوق الخرطوم، فوق الخرطوم بكل سهولة عشان اشيل الافيز اهو. ده الغطا بتاع الكربيراتير، مش عارف حاطين فيه افيز ليه اصلا، ايه السبب؟ ممكن يكون اصلا افيز اصلا محطوط غلط. استنى، عايزين نفك المسمار ده، احنا عايزين نفك الكربيراتير. مش عايز افك انا جوه، انا مش عايز افكه جوه دلوقتي، انا عايز افك المسمار اللي ماسكه بس. وده كمان بتاع الكربيراتير، مش عايز افك الكربيراتير من جوه، انا عايز بس اشيل الكربيراتير مكاني. انا هنا خلاص دي علبة الهواء شلتها، وده الكربيراتير. في مسمار جوه المفروض يكون هو ماسك الكربيراتير. طب بالنسبة للمسمار، مش مبيبقاش قصتنا دلوقتي المسمار ماشي. هنا عندنا الجزء ده اوكي،
السلكة دي محتاجين ان احنا نفك شوية المسمار ده. كده فكيت اهو، كده انا كده فكيت الجزء الاولاني من المسمار. بعد كده عندي الخرطوم، في هنا خرطوم اهو اللي هو ده المفروض ان احنا نفكه دلوقتي. سهل بسيط جدا، هقول لكم برضه بيتفك ازاي. اجيب برضه كده اللي هو ده المفروض ان انا اجيب ده المسؤول عن اللي ماشي معايا هنا اهو. اهو سهل بسيط جدا، سيمبل يعني، مش محتاج كل التفاصيل دي. اهو زي ما انتم شايفين الشكل ده. اهو الله اكبر، الله اعظم، الله اكبر، الله اعظم. نفكوا مع بعض، حاول نفكوا. وفي طبعا هنا 2 جلبة موجودين معايا اهو، ممكن افك الجلب دي كده. هنا معانا 2 صامولة، اوكي. هفك واحدة فيهم وهفك الجزء ده دلوقتي حالا، عشان ايه يبقى عارفين بيتحط ازاي. اوكي. نفك مع بعض الصامولة وهرجع لكم تاني. نجيب مفتاح، هي طبعا حتة صغيرة جدا، عشان بس افتح قد ايه اللي هيخش فيها. مفتاح كبير، ده مفتاح 10 وده 9. دي ناخد معانا مفتاح 12 اشتغل معانا كويس. مفتاح 12 12 أكبر من الصامولة نفسها. هو 12 أو قصيرة، ناخد 13. ناخد 13.
هيبدأ يفك. 13 كبير، ناخد ال 12. 12 مسك اهو، 12 مسك في الصامولة اهو. اهو بدأ الكرباتير يتحرك الحمد لله. حاول طبعا ان احنا نفك الصامولة. اتمنى الفيديو يبقى واضح للناس اللي هي عايزة تفك الكرباتير بتاع السكوتر. هننضف بقى الكرباتير طبعا عشان ما ياكلش بقى بنزين والكلام ده كله، انتوا عارفينه طبعا عامل ازاي يعني. نفتح 13 يبقى اكبر شوية، بس 13 مش جاي فيه اصلا، مش داخل فيه. طبعا هو طبعا ماشيين معايا هواكب. هنا في صامولتين، دي برضه الصامولة التانية المفروض ان هي تريح مع دي. هي بدأ يفك اهو، هي واحدة صامولة تفك اهي، بدأ برضه التانية تفك اهي. طبعا نفك بقى الصوامين عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر في خيط هنا، او في هنا مش خيط، في هنا فتحة كده يطلع منها الكرباتير. ده اصعب حاجة في الكرباتير، الجزء الصغير ده بس. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ممتع ليكم، وما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة. اهو كده خلاص. هيبدأ بعد كده نطلع في هنا جزء كده اهو، دايما الباشمهندس شرح الفيديو الله يكرمه كده. ده اول حاجة في الكرباتير، ده اول حاجة في الكرباتير اهو، بيخش في الجزء الصغير ده اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو الجزء ده، وبعد كده بيمسك فيه الجزء بتاع الهواء. مهم جدا طبعا، ده ان شاء الله هنعمله، هنظبطه ان شاء الله باذن الله. كده اول خط في الكرباتير. تمام كده يا جماعه، ماشي كده الكرباتير بقى حر. بس قبل ما نظبط الكرباتير، في عندنا خرطوم مع الكلبس بتاعه. في فيشه بس للكرباتير كهرباء واحده، دي هنشيلها بس بعد ما نشيل الخراطيم بتاعتنا. هنشيل الخراطيم بتاعتنا وبعد كده هنشيل الفيشه الكلبسات اللي هي هنا اهي، دي متوصله، ده بتشيل معايا. طبعا الكرباتير خلاص اهو بدأ اهو بقى يبقى حر، ده بتشيل معايا بالمنظر ده. احنا مش عاوزين طبعا نشيل الكرباتير وهو متوصل بأي فاش، متوصل بأي فاش فيشه يعني. طبعا كليبس موجود جوه خالص
تحت خالص، بس ان شاء الله هنوصله باذن الله طبعا. وده يدل على صعوبه فك الكرباتير، لان في ناس على فكره يا جماعه المشكله بتاعت الكرباتير ان الناس مش حاطاه مظبوط، يعني انتوا مش حاطين الكرباتير مظبوط، فانتوا يعني احنا مش هنتكلم معاكم في ان انتوا عاملين حاجه، مش هنتكلم معاكم في ان انتوا يعني في مشكله معاكم في حاجه معينه. طب نخش بقى على الجزء التاني اللي هو الخرطوم بتاع البنزين اللي هو ده. طبعا ده معمول اهو باتنين افيز، عايز بس اشوف الصورة اهو. اهو ده كده اهو اتنين افيز، ده متوصل، واحد متوصل الكرباتير والتاني متوصل للموتور اهو. هنا اهو الفيز الصغير ده. طب احنا هنفك اللي هو الواصل من الكرباتير ده، هنفكه. مش محتاجين بقى نفك التاني، يعني مش محتاجين نفك التاني اهو، ده هنفك كده اهو. اهو ده اللي هو ده اهو، ده كده فكناه. ده كده الخرطوم الاولاني اهو، الاولاني. في بقى خرطوم اللي هو واصل الكرباتير اللي هو البنزين، ده كده الخرطوم الاول اهو خلاص فكناه، ده مش فيه معاه بالمنظر ده. وده متوصل فين؟ متوصل في الحته اللي هي طالعه من الكوعه اللي هي دي اهي. عايز برضه اوريها لكم في الكاميرا عشان نشوفها عامله ازاي اهي، الحته دي، الحته دي بالكاميرا. طب بعد كده عندنا خرطوم البنزين اهو، ده الخرطوم اللي تحت اللي هو فيه افيز، ده الخرطوم اهو اللي فيه الافيز ده اهو. طبعا شكل يعني استغفر الله العظيم يعني. طبعا كنت ممكن افك انا الكوسي والكلام ده كله، بس انا مش حابب ان انا افك الكوسي عشان اوصل بس ايه الشكل بتاع الكاباتي. خلاص مش عايز ابوظ حاجه عشان ايه حاجه تبقى مظبوطه بالظبط. مش احنا كده كده بنفك الحاجه لوحدينا. ده المفروض واصل الكاباتي. بس فكنا خلاص الفيز ده. ده الفيز بتاع فلتر الهواء ده، ده فلتر الهواء جاي من تحت ده، بتاع فلتر الهواء كده. ايه اللي واصل كده كابتن ماسك في ايه تاني؟ ماسك في الفيشة اللي هي شوية المسمار ده كده كده. فاضل الخرطوم ده هو خرطوم البنزين طبعا متوصل. انا عايز بس اوري الناس خرطوم البنزين عامل ازاي اهو. ده الخرطوم اللي انتوا شايفينه ده اللي هو ده خرطوم بنزين كده اهو. ده خرطوم يا جماعه البنزين اهو. الحمد لله على السلامه. ده متوصل في كاباتي من تحت بنزين اهو كده. خلاص اعتقد ان الكاباتير كده تمام. هنبدأ نفك الكاباتير. قبل الكاباتير ما يتفك في عندنا فيشة، لا خلاص فيشة مش موجودة، بتوصل فيشة تاني اعتقد. هنا في فيشة مكتوب عليها ايه ده، فيشة مطبوعة. كلبسة يا جماعة، كلبسة المتوصلة بالكاباتير من تحت خالص. بس عايز افك كاباتير، عايز افك الكاباتير. نحاول طبعا ان احنا نثبت لكم الحامل عشان يبقى باين الكاباتير شكله عامل ازاي. طبعا هو ماسك شويه في الزور
خلاص الإفيز ده المفروض أصلا فكيت الإفيز. كده الإفيز خلاص اتفك على الآخر. كده الكرباتير هيبدأ يطلع من مكانه. كده الكرباتير مش متوصل بأي حاجة. شايفين معايا؟ ولا في كليبس حتى الكليبس حتى المتوصل بيها مقطوعة. هفك الكرباتير من هنا. ادي الكرباتير يا سيدي. مفيش حاجة متوصلة خالص بالكرباتير، عشان الناس بتقولك انت انت موصل ايه بالكرباتير؟ انا موصل ايدي. مفيش اي حاجة متوصلة بالكرباتير من تحت اصلا يعني. حتى هو الكرباتير اصلا حر. يبدأ يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك طلع كرباتير لوحدك، اقول له طلع كرباتير ونضفه لوحدي. محدش يقول لك الكرباتير محتاج كذا، قول له لا يا عم، امال ايه ان شاء الله؟ امال انت هتشتغل في ايه ان شاء الله ما انت طالع كرباتير؟ امال انت هتشتغل في ايه؟ لا طبعا. اهو بدأ يطلع اهو. بس كده زي الفل اوي. كده الكرباتير بتاعنا طلع. يوقع شوية دي مش مشكلة، عادي يوقع شوية بنزينة ومش تفرق. ده يا جماعة الكرباتير طلع بالسلامة الحمد لله. طبعا محتاج تتظبط ويتنضف ويتعمل من الأول. طبعا ممكن يوقع شوية بنزين، خلي بالنا. بفك الكرباتير كده خلاص الموتور على وشك ان هو يتفك. الحمد لله. اتمنى الناس طبعا تبقى مبسوطة جدا من الفيديو، واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اول قناة تعمل عمرة كاملة لايف قدام الناس، تتكلم على كل التفاصيل، تتكلم على كل حاجة، وتتكلم على تنظيف وحاجات على اعلى مستوى ان شاء الله. كده فاضل الجزء بقى اللي هو بتاع الايه؟ الحوار النهائي. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ فصل بقى كامل للجزء النهائي. خلاص؟ طب نتكلم بس كده سريعا على الوصلات اللي بتاعت الكرباتير. ده شكل الكرباتير بعد ما اتفك بالمنظر ده. دي الكوعه،
وعندنا هنا خرطوم بنزين، وعندنا هنا الخرطوم بتاع الهواء اهو. عندنا هنا خرطوم، وعندنا هنا خرطوم، وعندنا هنا خرطوم كمان يوضح معانا الشكل. خلاص، كذا خرطوم متوصل للكربوراتير اتفك، كذا خرطوم. ده بتاع الهواء، ده بتاع الهواء اهو، عشان ما ننساش ده برضه بتاع الهواء اهو. انا بحاول اقول كل شويه ده بتاع الهواء. طب يا هندسه، هنفك الموتور منين؟ اهو من الحته دي الجميله دي. بصوا كده معايا، شايفين الحماله الحلوه دي اهي؟ شايفين الصاموله دي؟ شايفين الصاموله الناحيه التانيه؟ بمجرد ما هنشيل الاكس ده، ده الاكس بتاع السكوتر اهو. مش عارف الكاميرا جايباه ولا مش جايباه ولا ايه في ليلتها دي اهو. اكس السكوتر اهو، ده اكس السكوتر. هنفك الصاموله دي وهنفك الصاموله دي، وبعد كده هنشيل اكس السكوتر. زي ما انتم شايفين معايا هنا تحت موجود فيه المارش. المارش هو تحت يا جماعه اهو بالمنظر الجميل ده. ان شاء الله باذن الله العمره دي هتبقى كامله، وهتبقى اول قناه في الوطن العربي ان شاء الله في مصر ان احنا نتعلم ازاي نعمل عمره كامله للسكوتر بتاعنا لوحدنا، من غير ما حد صنايعي او ميكانيكي نصاب ينصب علينا ويضحك علينا. يلا يا رجاله، يلا بينا يا رجاله.